أهلا بيكم. خلال اليومين اللي فاتوا اتقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بقصتين أغرب من الخيال، والغريب إنهم عكس بعض. تعالوا بينا نحكيهم النهاردة، ومستنية رأيكم في التعليقات. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني، أنا دكتورة سلمى ودي قناتي على اليوتيوب، بقول معلومات وترندات وقصص غريبة. ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القصة الأولى معانا النهاردة لسيدة بريطانية اسمها إيمي. انتشر ليها خلال اليومين اللي فاتوا مقطع فيديو وهي بتقضي أجازتها في تونس الخضراء. وصل لها هناك خبر وفاة زوجها. الغريب في الموضوع هو رد فعلها الغير طبيعي أبدا. سجلت فيديو من الشاطئ هناك وقالت فيه إن زوجها اختار توقيت سيء للموت، وإنها مش مضطرة أبدا تقطع أجازتها وتروح الجنازة في الكنيسة وتشوف الناس بقى بتعيط، وإن وفاة جوزها مش سبب كافي لقطع أجازتها. هسيبكم مع مقطع الفيديو اللحظات ونرجع لكلامنا. So today it is my husband's funeral, which unfortunately I cannot make because obviously I am busy here in Tunisia. Unfortunately for me, he did decide to die on the week I had planned to come on holiday. So I did make the decision not to go because, you know, I need a holiday at the end of the day, and my holiday is way more important than sitting in a church watching people cry. I would love to give him a good send-off, so I'm going to get absolutely drunk tonight with this new guy that I met, and I'm going to raise a glass for you, Jeremy, because you were an amazing husband, very rich. يا علي ده انا قلت لك حريم لا حريم لا. اسمع كلامي يا علي، ما تأمنش الحرمة في الدنيا دي كلها غير امك، ولو ابوك طلقها ما تأمن لهاش يا علي. الكل هاجم طبعا الست دي على برودها وانعدام مشاعرها، وكان من ضمن التعليقات ان واحد كتب وقال ان الست دي هتكسب من ورا جوزها ده مرتين، مرة انها هتورثه، والمرة التانية من ملايين المشاهدات اللي هي حققتها بمقطع الفيديو ده، لانها عندها حساب على التيك توك فيه اكتر من 700 ألف متابع. وفي بعض التعليقات قالت ان ممكن يكون رد فعلها عكسي، ده بسبب الصدمة العاطفية اللي خلتها تفقد عقلها وتتصرف كده، لان مفيش ابدا انسان طبيعي بالبرود ده. يعني عندنا هنا في الشعوب العربية الست لما بيموت جوزها بتفضل لابسة اسود لبعد وفاته بسنين كتير، وساعات كمان بترفض تتجوز تاني، ده وفاء واخلاصا لزوجها. لكن بصراحة تصرف الست دي غير منطقي اطلاقا. انتوا ايه رأيكم؟ شاركوني ارائكم بالتعليقات. القصة التانية معانا النهاردة لعامل نظافة جزائري خطف القلوب بأمانته، رجع نصف مليار سنتيم لصاحبه ودي عملة الجزائر. شاب اسمه حمازة شعشوع عامل نظافة في بلدية بريان في الجزائر، وهو بيقوم بشغله في النظافة لقى كيس فيه مبلغ مالي كبير جدا حوالي 30 ألف دولار. برغم انه شخص فقير ومحتاج الفلوس دي، إلا انه بادر فورا للبحث عن صاحب المبلغ، ونشر على الفيسبوك انه لقى مبلغ مالي وانه صاحب المبلغ يقول أوصافه عشان يستلم أمانته. بالفعل انتشر البوست ده ووصل لصاحب المبلغ وهو سائق شاحنة. شكر حمازة على أمانته وحاول يعرض عليه فلوس، لكن حمازة رفض وقال الحمد لله على نعمة القناعة. الغريب بقى ان حمازة قال انه سبق ليه من 3 سنين انه لقى برضو كيس من المجوهرات في ظروف مماثلة. انتشرت القصة بشكل واسع جدا والكل اتفاعل معاها وشكروه على أمانته في الزمن الصعب ده، وانه كان ممكن يشتري لنفسه شقة وعربية وكل اللي بيحلم بيه، لكن كان رده انه بس بيطلب من سلطات بلاده انه يكون ليه إعانة، لانه ما عندوش لا سكن ولا إعانة وعايز يتجوز عنده 38 سنة. ربنا يرزقه بالحلال ان شاء الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتحيا الجزائر وشعبها الجميل. أتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.